السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اكلة كده شتوية او حلويات كده شتوية جميلة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. دي ام علي هنعملها بالطريقة دي جميلة جدا، وان شاء الله يا رب تعجبكم، وهعملها لكم بكذا طريقة ان شاء الله. بس زي ما احنا متعودين، ما تنسيش اللايك والشير للفيديو والتعليق الجميل بتاعك اللي بيبسطني. وقبل ما نشوف المقادير ونشوف كمان طريقة التحضير، نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. انا جبت البايركس بتاعي وجبت ديسكين من الملفيه. انا بقطعهم بقى زي ما احنا شايفين كده تقطيع عشوائي جدا، مش بقطع كبير وصغير، هي زي ما بتيجي التقطيع اللي انت عايزاها. تمام. انا بكسره زي ما احنا شايفين كده. وكمان هوريكم بقى بعد ما خلص التكسير بتاعي انا معايا ايه. عندك بقى ايه شوية مكسرات كده جمال، ما عندكيش برضو مش هتقول لا. انا حطيت زبيب وجوز الهند ولوز وبندق وايه وشويه حركات كده. ممكن ينفع بقى ايه نستبدل بقى اللوز والبندق والحاجات دي بايه؟ بفول السوداني والزبيب والجوز الهند. تمام كده. ومعايا كمان كيلو ونص من اللبن عشان انا بحبها كده يبقى فيها ايه، لبن. قلبت طبعا السكر جواه وايه وحطيته على ام علي اللي هي هتطلع رهيبة جدا 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 ان شاء الله يا رب تعجبكم. طبعا انا بقلب السكر زي ما احنا شايفين كده. وايه هكمل بقى بقيت شوية اللبن دول. انا كده ايه خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، لسه بقى ايه عشان الاكلة دي كده تدفينا وتبقى جميلة ما شاء الله. انا دلوقتي معايا بقى كوباية لبن كمان، وحطيت عليها علبة قشطة، وهقلبها علشان خاطر بقى تعمل لي الوش الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، وتديكي طعم رهيب جدا. انا بقلبها كده وايه وهحطها على الوش. وبعدين طبعا انا مسخنه الفرن على 180، انا بشغله شويه كده فوق وتحت علشان خاطر يديني بقى اللون ايه الذهبي الجميل ده. وبالهنا والشفا، وان شاء الله ما تستاهلش غير بقكم. واهم حاجه تجربوها وتقولوا لي ايه في الكومنتات ان انتوا جربتوها. ويا رب الفيديو يكون يعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بقى لو انت اول مره تشوفيني، اهم حاجه ما تنسيهاش ايه ان انت تشتركي في القناه وتعملي لايك كتير للفيديو وشير علشان كل جديد من يومياتي توصلك. انا كده خلصت الطبقه بتاعه القشطه الاخيره. ممكن برضو نستبدل القشطة دي بكريم شانتيه عايزة خالص. هدخلها طبعا الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لك. ايه رأيك بقى؟ ان شاء الله ان شاء الله تعمليها وتجربيها وتقولي لي ايه رأيك. ما تنسونيش طبعا بالدعوات. مع السلامة في يوميات دودو جديدة.